كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم في جعل العهد في ذرية إبراهيم، حتى نقف على شيء يسير من عظمة أبي طالب الذي إلى الآن بعض الأفواه بعيد عنكم العفنة وبعض الأقلام المأجورة تقف على هذا الرجل وتنال منه بذريعة واحدة. الأدلة اللي يخلوها ما لنا شغل بيها، تعال للأدلة التي هي من تحت البساط. لأنه والد أمير المؤمنين، ظفروا به وقالوا والعياذ بالله أنه مات على غير الإسلام. إذا كانوا يظفرون بأبناء أمير المؤمنين صاح ذلك النداء اللعين في يوم عاشوراء: نقتلك بغضا لأبيك. جاءت هذه الأيادي التي هي من الأيادي غير طاهرة وظفرت بشيعة أمير المؤمنين، وإلى الآن شيعة علي رضوان الله تعالى عليهم يدفعون ضريبة ولاية أمير المؤمنين، انتمائهم لأمير المؤمنين. أينما وجدوا ذكرا لعلي ووجدوا ارتباطا لشخصية ما مع أمير المؤمنين ضربوا تلك الشخصية. هذا الدليل الواضح والجلي في أنه لماذا بعض الأقلام وبعض الأفواه تنال من أبي طالب سلام الله عليه. ولكن تبا وتعسا لهم، الله سبحانه وتعالى أراد لأبي طالب أن يجعل الإمامة والعهد عنده، وكان هذا العهد بارز عليه. كيف؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل: هل سجد أبو طالب أبوك لصنم؟ فقال أمير المؤمنين: لا والله ما سجد أبي ولا جدي ولا هشام ولا عبد مناف لصنم قط. الشهرستاني صاحب الملة والنحل هذا عند عداء مع الشيعة، ما أن شغل بهذا، ولكن عندما يأتي إلى ذكر عبد المطلب وإلى ذكر أبي طالب يقول: العرب كانت عندهم يهتمون بثلاث من العلوم، منها علم الأنساب، ومن الذين كانوا يعقبونهم بالأنساب هم آباء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فإنهم كانوا يعرفون بالأنوار بأنوارهم الذي في جباههم. والقصة معروفة، عندما جاء أبرهة ورأى ذلك الفيل الكبير رأى عبد المطلب سجد له إجلالا وافتخارا لأن النور كان في جبهة عبد المطلب. هكذا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا النور انتقل إلى رسول الله، ومن رسول الله انتقل إلى فاطمة. ماذا تقول الرواية؟ وكنا ننظم الإبرة في نور وجه فاطمة. ذات يوم اشتكى المسلمون إلى من؟ إلى رسول الله: ما هذا النور العظيم الذي يدخل في بيوتنا؟ قال: اذهبوا إلى بيت فاطمة. جاءوا إلى بيت فاطمة سلام الله عليها فوجدوها واقفة في محرابها والنور يسطع من محرابها إلى بيوت المسلمين. مو نور هذا اللي احنا نسميه نور الإيمان، لا، بل نور له واقع، نور يرى بالعين المجردة. ذلك الذي رأى الحسين عليه السلام في آخر لحظات حياته ماذا قال؟ وقد أمره اللعين شمر أنه اذهب إلى الحسين عليه السلام وأرحه. قال: شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله.
عندما نقف، رزقنا الله وإياكم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، نقرأ في الرواية: أشهد أنك كنت في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. أشهد أن نورك كان في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. كيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن إبراهيم، وهو الذي كان يكثر من هذا القول: أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة جدي إبراهيم. دعوة جدي إبراهيم يعني ماذا؟ يعني هذا النور العظيم انتقل من إبراهيم إلى عبد المطلب، فانشق نصفان: نصف نور النبوة ونصف نور علي بن أبي طالب.